أهلا بكم. اليوم عندنا نظرة سريعة ومركزة على آخر مستجدات ملعب مولاي الحسن بالرباط. المعلومات اللي وصلتنا بتعطينا فكرة عن سير الأشغال هناك، خصوصاً مع اقتراب حدث مهم. هدفنا نفهم بالضبط وين وصلت التحضيرات، تحديداً استعداداً لكأس إفريقيا 2025. طيب، أول نقطة لفتت نظري مباشرة هي اكتمال بناء المدرج الثاني بالكامل. دي تبدو خطوة كبيرة جدا، مش كده؟ أكيد يعني اكتمال مدرج رئيسي زي ده يعتبر إنجاز مهم جدا في أي مشروع ملعب. دي مش مجرد إضافة بسيطة أبدا. تمام. لا، دي معناها جزء كبير من الهيكل الأساسي للملعب أصبح جاهز. المصدر كمان بيشير لأعمال خلينا نقول متبقية بسيطة في الزوايا. الزوايا. وده طبيعي جدا في المرحلة دي، عادة بتكون للربط بين الأجزاء والتفاصيل النهائية وكده. الأهم إن هيكل المدرجات الرئيسي اكتمل بشكل كبير. فهمت. والملاحظة التانية اللي كانت مثيرة للاهتمام في المصدر هي ظهور عمال بشكل كبير. هل ده يعطينا فكرة عن وتيرة العمل حالياً؟ هل الأمور ماشية بسرعة؟ تماماً. هو وجود عدد كبير من العمال في الموقع ده عادة مؤشر قوي على تكثيف الشغل، دفعة قوية في العمل ومحاولة لتسريع الإنجاز. ممكن يكونوا ملتزمين بجدول زمني ضيق؟ بالظبط، ممكن جدا يكون مؤشر على الالتزام بجداول زمنية محددة وصارمة، والنشاط المكثف ده بيتزامن مع اللي ذكره المصدر عن المرحلة الجاية. تقصدي التحضير لتركيب السقف؟ المصدر لمح لذا بذكر تركيب بعض الأعمدة فوق المدرجات، صح؟ بالظبط كده. تركيب الأعمدة دي هو الخطوة التحضيرية الأساسية للسقف. عملية تركيب سقف الملعب خطوة معقدة جدا هندسيا وبتحتاج تجهيزات دقيقة. أكيد. والأعمدة دي هي الأساس اللي هيرتكز عليه السقف كله، فظهورها دلوقتي ده معناه إن التخطيط للمرحلة الجاية دي دخل حيز التنفيذ الفعلي على الأرض خلاص. إذن الصورة بدأت تتضح أكتر. مدرج رئيسي خلصان، تفاصيل نهائية بسيطة في الزوايا، حركة عمال كثيفة، ودلوقتي تحضيرات جدية وملموسة للسقف. كل القطع دي لما نجمعها سوا بتعطي انطباع قوي إن الاستعداد لكأس أفريقيا ماشي بوتيرة متسارعة فعلا. صحيح، كل المؤشرات دي بتدل على تقدم ملموس ومستمر. زي ما قلنا، اكتمال المدرج الثاني ده خطوة حاسمة. أكيد. والتحضير للسقف ده معناه إنهم دخلوا في مراحل متقدمة جدا من التجهيز. الأمور شكلها كده ماشية في اتجاه الجاهزية المطلوبة للبطولة. نقدر نقول إن ملعب مولاي الحسن حاليا في مرحلة انتقالية مهمة، مرحلة تجاوز بناء الهياكل الرئيسية للمدرجات وبدأ فعالية التحضير للتغطية والإضافات الكبيرة. نعم، ده وصف دقيق جدا للوضع الحالي بناء على المعلومات اللي عندنا، وهو ده بيفتح الباب لسؤال أوسع شوية للتفكير فيه. اتفضلي. يا ترى المستوى ده من الاستعداد والسرعة في الإنجاز مش بس في ملعب مولاي الحسن، يمكن في مشاريع تانية كمان مرتبطة بالحدث ده بيعكس إيه عن الأهمية الكبيرة اللي الدولة بتوليها لنجاح تنظيم كأس أفريقيا 2025 ككل؟ الموضوع أكبر من مجرد بناء وتجهيز ملعب. بالظبط، الأمر بيتجاوز فكرة الهيكل المادي للملعب نفسه، مش كده؟ ممكن يكون بيعكس التزام وطموح على مستوى أكبر بكتير. نقطة ممكن نتأمل فيها شوية.